المغرب واعر علينا. سمع شنو كيقول الاعلام الجزائري مره اخرى. هادشي راه غير البارح. اسمع من يتحكمون في صياغه الخبر، من يختطفون صياغه الخبر لصالح جهات معينه، ودفعت لهم ثمن، وبعضهم كشف وطرد والبعض ينتظر، يعني سيكشف يوما ما. لا والامر لما احكي طبعا باش نحكوا عن المخزن، يعني المغرب هذيك شيء مفروغ. أيوة حتى يكون مفروغ واضح منتظر، يعني ما يفاجئناش لما الاعلام المغربي يتحدث بهذه الطريقه. هذا بالمناسبه هم هللوا وباركوا وما زالوا حتى الان يشككون في ايمان خليف، ولكن الاعلام المغربي يعني منذ متى كنا نعتبره ولا نعده ولا بالفعل يعني ليس، ولكن فرنسا بالعربي، منذ فتره فرنسا بالعربي، رويترز بالعربي، الحدث العربي. دابا تخيل معايا على حسب هذا الشيء هذا اللي كيقول الاعلام الجزائري، كيهضر على القضيه ديال الملاكمه الجزائريه ايمان خليف اللي دات الميداليه الذهبيه. قال لك سيدي بان المغرب هو اللي كيأثر على الاعلام العالمي. وتخيل معايا، شوف القوه ديال المغرب كيأثر على الاعلام العالمي باش يهضر على هذه القضيه ديال ايمان خليف. زيد عليها سيدي شنو كيدير، ورؤساء العالم هضروا، ودونالد ترامب خلى الحمله الانتخابيه ديالو وجلس كيهضر فاش خدات الميداليه، جلس كيهضر على ايمان خليف. ويمشيو يعني ان المغرب كيأثر في دونالد ترامب، كيأثر في الرئيسه ديال الطليان، كيأثر في ايلون ماسك، كيأثر في القنوات العالميه. بزاف اخويا، راه يضربونا بالعين الا كنا بحال هكا. هادشي هذا راه بزاف. تخيل معايا هذا الاعلام الجزائري كيخلي الحقيقه وكيمشي باش يضلل بوصباعي، كيجلس يكذب عليه هاد الاكاذيب هادو كاملين. اهم حاجه اللي خاصهم يديروا هو انه يسلطوا الضوء على المسؤولين الجزائريين اللي ما قادينش يديروا الخدمه ديالهم. على خاص يكونوا رجال اللي يقدروا يدافعوا على ايمان خليف. وهادشي اللي قلت لكم شحال من مره، كون كانوا رجال ما كانش غادي توصل لهذا الشيء هذا اللي وصل ليه دابا، حيت كانوا غادي يحبسوها في هذيك البطوله ديال العالم، تما يديروا العصا الرويضه ولا هذا الشيء ما كاينش. شفنا ديك الحمله الصحفيه اللي داروا ديك الندوه الصحفيه وهضروا وعاودوا قالوا الاطباء ديال الملاكمه الدوليه، قال لك سيدي هذيك السيده ذكر، علاش ما خرجوش ليهم المسؤولين؟ راه هذا المشكل هذا ديال ايمان خليفه يبقى يتعاود ليها كل مره الا ما خرجوش شي رجال يقضيو على هذه القضيه. تفاهمنا؟ يعني هذا الاعلام الجزائري اللي كيخلع البوصبعي بداك بوعو ديالو هو المخزن، خاصو يخرج للحقيقه ويبين بان كاين ضعف وكاين كما قالوا ازمه رجال مسؤولين اللي يقدروا يدافعوا على المصالح ديال الدوله الجزائريه. وتهلا.